أهلا بكم. كيف كتعرفوا أن الحكومة المغربية تعتزم إصلاح نظام التقاعد، وذلك برفع السن ل 65 سنة، الزيادة في المساهمة الشهرية، ولا بونسيون اللي هو المعاش غادي ينقص. يعني كارثة بكل المقاييس. إذا كان لابد من إصلاح نظام التقاعد، أولا هذا الإصلاح ينبغي أن يبدأ من معاقبة ومتابعة ومحاسبة كل هؤلاء الذين تعاقبوا على تدبير هذا الصندوق خلال سنوات مضت، وكل من ثبت تورطه في إفلاس هذا الصندوق. من هنا نبدأ الإصلاح، من هنا يبدأ الإصلاح، ماشي شي يدار الفلوس وشي يدفع الثمن، ما نجيبو من عمرو اللي هما الطبقة العمالية الموظفين بيان سور. اون باراليل حتى في فرنسا الحكومة الفرنسية اعتزمت رفع سن التقاعد إلى 64 سنة، لكن كيف كتبعوا أنه في فرنسا خرجت النقابات للشارع يعني لتعبر عن رفضها لهذا القرار اللي اعتبروه قرار تعسفي. وراه الحكومة جلست معهم على طاولة المفاوضات، راهم كيشوفوا شنو هي الصيغة وشنو هي الطريقة لترضي الأطراف كلها، وفي مقدمتهم الطبقة العمالية. هنا في المغرب للأسف الحكومة المغربية لا تملك قرارها، قرار الحكومة المغربية ليس بيدها، بيد فرنسا. كتسنى تشوف شنو غدير فرنسا، اون فوا فرنسا غتابليكي هذا القرار حتى في المغرب غادي يديروه. وتذكروا هذا الكلام جيدا. واذا كانت النقابات في فرنسا خرجت للشارع تندد وتعبر عن رفضها لهذا القرار، ففي المغرب المركزيات النقابيه كيف كتعرفوا كتشوفوا كتشاهدوا كتتبعوا صامتة ساكتة صاقلة. الشيء اللي كيخلينا نشكو ونطرحوا الاسئله ونقولوا وكما هناك تواطؤ ما بين المركزيات النقابيه والحكومه مع الباترونه، ياك ما كاينش شي صفقات ما، وهذا ما يمكنش هاي. وباش ما نظنوش السوء، يمكن تقدر تكون كتبريباري واحد سلسله ديال اشكال من النضال في المستقبل ضد هذا القرار التعسفي. ما عرفتش، انا اطرح الاسئله فقط. للاسف كنتذكر الحديث ديال الرسول صلى الله عليه وسلم اللي تيقول لتتبعن سنن من قبلكم شبر بشبر وذراع بذراع حتى وإن دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال صلى الله عليه وسلم فمن يعني اليهود والنصارى. يعني حنا كنتسناو اليهود والنصارى نشوف شنو غيديروا باش حتى حنا غادي نديروا. للاسف انه لما كنتجاوزوا السن ديال 60 سنه فما فوق، راه الموظف راه ما تيبقاش رونطابل، وبالتالي هذيك السنوات المضافه العمر المهني فهي مقتطعه من الزمن ديال واحد الشاب اللي كان مفروض يشتغل على 25 ولا 26 27 سنه. فالتمديد ديال يعني التمديد ديال سنوات العمل الى 65 سنه تيخلي هذاك الشاب يشتغل على 30 فما فوق، ربما ما يشتغلش كاع. لذلك تيخص نديروا اليد في اليد، العمال والعاملات والموظفين والموظفات والشباب كذلك، خاصه الشباب العاطل، باش يعبروا على رفضهم لهذا القرار التعسفي. مفهوم؟